الكونسيبت ديال هذا الفيديو بسيط، تجمعوا بعض المبدعين وجاوبوا على بعض الاسئله. الفيديو قررت نسميه شكرا ابي شكرا امي. اشنا هي اجمل صفه خديتيها من الوالد والوالده؟ الوالده خديت منها صفه حب مساعده جميع الناس. بالنسبه للوالد الاعتماد على النفس. الوالده الحنان، الوالد حسن التدبير. خديت النشاط من امي. با ربما الحاجه زوينه اللي خديت منه نفعتني مع ولادي هو داك الحب ديال العائله وديما جمعنا. من عند الوالد خديت الصرامه والجديه والافونس في الخدمه، ومن عند الوالده خديت لا عمرها دار هي مسكينه ظريفه. انني نكون انسان محب، والاب انه كيفاش انني نكون مسؤول على راسي وكيفاش انني نتحدى الصعاب. من ماما خديت الحنيه، ماما حنينه بزاف. وبابا يمكن بابا خديت منه القدره انه واخا يكون اللي وقع خصك تبقى صامد وخصك تكون صعيب. بالنسبه للوالد التضحيه والصبر، الوالده العطاء والايثار. الحنيه ديالها حنينه بزاف. وبالنسبه للوالد صراحه تعلمت منه الاجتهاد. عمرني في حياتي فقط ولقيت الوالد في الدار وتعلمت منه كيفاش تحافظ على الاسره ديالك. كلهم بجوج، الصبر، الحنان، القلب الكبير يعني ما كتفكرش في راسك، كتفكر في الناس اكثر ما تفكر في راسك. الوالده الطيبوبه، الوالد المسؤوليه. بالنسبه لماما خديت منها قوه، ومن الوالد خديت اقدار السخاء والظرافات. خديت عنده الصفه ديال الضحك، وكنظن الوالده ورثت من عندها الصبر وهاد الحشوميه اللي كنحشم، هادشي ديال الحشوميه اللي كنحشم باقي خديته عند الوالده. واش عمرك كليتي العصا عند والديك؟ ديما ملي كنت صغيره. الوالده فاش كنا صغار، الوالد لا. العصا كليتها عند با ما يقارب 7940 مره بحساب، وعند امي ما يقارب 4320 مره. امي كانت اخصائيه في القريص، وبا كان اخصائي في الركيل بالبرودكال. الوالده داك ابونيز، والوالد كليت حقيقه انا. واش العصا وهي عند بابا، ماما لا. بالنسبه للوالد كان عقل مره واحده، بالنسبه للوالده حدث ولا حرج. مره واحده كليت العصا عند الوالد وسخفت. والوالده عمرني كليت عندها العصا حيت كنت صغير، كنت مريض. بطبيعه الحال ما كاينش شي واحد ما كلا العصا عند والديه، شي عادي ماشي مشكل. واش كاين شي واحد ما عمرو كلا العصا؟ اكيد كليتها. من عند ماما فاش كنت صغيره كنت ديما كناكلها، ماشي العصا ولكن القريص. من عند بابا لا جامي. كليت بزاف ديال العصا، بزاف نيت. اشنا هو الحدث فاش حسيتي بان والديك افتخروا بك؟ اغلب الوالدين ديالي كيفتخروا بيا ديما ملي كنجيب شي نقطه مزيانه سواء في المدرسه في لافاك. في رمضان فاش داز اول برنامج تلفزيوني ديالي وكيتفرجوا فيه وكنسمعهم كيتصلوا بالاهل والاحباب كيقولوا زريت ابراهيمينوف كيحاصر رضا. امي كانت ديما مفتخره بيا. الاب ديالي فريم تحس بيه هو فخور بيا. نهار ديتو عند العمل سيد العامل ها هو با ويدير لي با ديك الطاق فرحان، قال لي انا ولد هذا. كان واحد التكريم عندي في العمل، هذيك هي اسعد اللحظه اللي شفت با فعلا فرحان. فاش درت الفيلم ديال امك ابوك جنتك حسيت بانهم عجبهم بزاف، زعما اكثر من داكشي الاخر اللي كنت كندير، افتخروا به. اول حدث اللي حسيت بانا والدي مفتخرين بيا هو ملي خديت اللقب احسن بودكاست. هو بزاف ديال الاحداث، ولكن يمكن ابرزهم كيبقى الماستر فاش كانوا حاضرين وبابا جاتو الدمعه في عينيه، كان الحدث زوين. هما احداث كثار في الطفوله، فاش كنجح مثلا في السنه الدراسيه، في الاخر ديال السنه الدراسيه، فاش كبرت في الجامعه يعني اكثر حاجه الجامعه. توجور اون فوا كان يعني كل مره كننجح في شي مرحله من المراحل ديال الدراسه كنحس بهم كيفتخروا بيا. يعني فاش كنجيب النتيجه كنلقى الدجاج محمر في الدار. والديا كنحس بهم فرحانين بيا، خصوصا فاش كيشوفوني فوق لاسين، كيشوفوا التجاوب ديال الجمهور معايا. النهار اللي خديت فيه الماستر ديالي وكانوا بعاد عليا واتصلت بهم وقلت لهم فوالا راه خديت الماستر بميزه مشرفه جدا، وفي ديك اللحظه كنت حسيت ماما تقطعت بزاف. كنشوف والديا كيفتخروا بيا فاش كيشوفوا الناس يهضروا عليا بالمزيان، كيشوفوني مزيان اكيد كيفتخروا بيا. شي حاجه درتيها قدام الضياف صغرك وعصبتيهم؟ ملي كيجيو الضياف كنبقى نهضر بزاف، ما كنبغيش نسكت. الحاجه الواعره اللي وقعت ليا هو كنت معروف في الدار كنكريسي بالضيافه. اي ضيف جا عندنا امراه ولا راجل درهم 10 ماكسيموم 40، وكان ديما با كيحسن قتله ديال العصا. انا واش منين بدا ديك قصه حياتي انا كامل مصايب.
اللي كندير لحد الان ماشي غير في صغري هو ما كنسلمش عليهم، كنطلع نيشان من بيتي. هو بزاف في العراسات كنت كنكون مع واحد المجموعه الشياطين ديال العرس، يعني في الماكله كنقابلوا العريس والعروسه والكاميرا على اخره. كانوا عندنا الضياف وجابوا الصينيه وطيحت عليهم. بالعكس انا كنت محبوب عند الضياف بزاف، ولكن انا درت واحد الفضيحه صراحه في الصغر ديالي، فضيحه يشهد ليها انزكان كله. حرقت السطح ديالنا كله بالدجاج ديالو بكل شيء عادي. جاو عندنا الضياف وسخروني باش نجيب المناضه، وخرجت لقيت الدراري تيلعبوا وبقيت غادي حتى نلعب معاهم سير، بقيت لاعب. ملي رجعت للدار لقيت الضياف مشى. إلا باباك وماماك كيسمعوك في هذه اللحظة اشنو تبغي تقول لهم؟ كنشكرهم، كنقول لهم الله يرحمكم ويوسع عليكم ويرحم جميع اموات المسلمين، واللي عنده امه وباه يحاول يكافئهم في الحياه قبل ما يمشوا عند الله سبحانه وتعالى، لان سنه الحياه، ويولي يقلب انه يبغي يقول لهم غير ماشي شكرا، يبغي يقول لهم غير السلام عليكم، ما يلقاش اللي يقول له السلام عليكم. بغيت نقول للوالد ديالي الله يرحمه باللي ولدك راه رافع عليك الراس، رافع عليك الراس بزاف، وكيوعدك بانه ما عمر غادي يهبط راسك ولا سميتك للارض. والوالده ديالي تقول الله يطول لك في العمر، الله يخليك ليا، الله يخليك حدايا ديما. اللي بغيت نقول للوالد ديالي الله يرحمك ويوليك برحمه الله. امي كنبغي نقول لك الله يخليك ليا والله يطول في عمرك ان شاء الله، حتى نحقق لك شي حاجه اللي انت بغيتيها وانا عارفها. شكرا على التربيه اللي ربيتوني، شكرا على الامور الايجابيه اللي اكتسبتها في الشخصيه ديالي وليت كنطبقها الان في العمل الجامعوي. شكرا جزيلا. كنبغيهم بزاف واسمحوا لي. شكرا بزاف على الصبر ديالكم، و كنتمنى انكم ترضاو عليا، وكنطلب السماحه الا درت شي حاجه ماشي تاليه. اللي قلت لهم ما غاديش نوفي حقهم، ولكن الحاجه اللي نقدر نقولها لهم كنبغيهم بزاف وكنفتخر بهم، وماشي انا هو السند ديالهم ولكن هما السند ديالي. بغيت نقول لهم شكرا حيت ما عمرهم حسوني بلي راه خاصني شي حاجه. جوزا بغيت نقول لهم بلي راني كنبغيهم بزاف، وبغيت نقول بلي ما كنتخيلش حياتي بلا بهم، وكنطلب من الله دائما انه يدوم لهم في النعمه ديال الصحه ويخليهم دائما مرتاحين ويطول لهم في العمر. اللي بغيت نقول لهم انني كنبغيهم بزاف، وكنطلب ربي يطول لهم في العمر باش نقدر نرد لهم ولو شويه من داكشي اللي داروا معنا. اللي بغيت نقول لوالديا شكرا بزاف، كنت ريح باهره، شكرا على اي حاجه قدمتوها ليا، وكنتمنى من الله انني نرد لكم ولو شويه من داكشي اللي قدمتوا ليا، وكنبغيكم بزاف.